بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. اليومين دول بقى كل سنة وانتم طيبين، داخلين على العيد وفي دلوقتي في نص رمضان اهو. بنعمل بقى ايه؟ نواعم العيد كده. كل سنة وانتم طيبين. عملنا مع بعض الفيديو اللي فات كده بسكوت العيد بالنشادر، وشكرا لكل الناس اللي اتفاعلت معايا في الفيديو وعملت لي لايك واشتراك ومشاهدة. شكرا ألف شكر ليكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده هنعمل مع بعض شوية كحك، بس هنبدأ الأول بالحشو بتاع الكحك. الفيديو بتاع النهارده هنعمل فيه العجمية اللي هي بتاعت الكحك، اللي هو كحك العيد، الكحك الدايب. وهنعمل مع بعض برضو الكحك بطريقة سهلة وبسيطة، بس هنعمل النهارده العجمية الأول، وهقولك ازاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما تنشف منك كده وتحجر في قلب الايه الكحكة، وتبقى طرية كده ودايبة معاكي مع الكحك بتاعك. بنسمي الله كده ونصلي على رسول الله. بنجيب طاسة زي ما انتم شايفين كده، وبنحط فيها معلقة من السمنة. ويفضل ان السمنة بتاعتنا تكون سمنة بلدي عشان تدي ريحة كده حلوة للكحك بتاعنا. سيحت السمنة بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبعد كده جبت معلقة من الدقيق وحطيتها على السمنة بتاعتي وشوحتها كده مع بعضها، وادت لها كده ايه يعني لون بسيط كده، زي ايه، زي السمنة، زي الدقيق والسمنة بتاع الايه بتاع البشاميل. بعد كده بقى بنجيب كوباية معيارية زي ما انتم شايفين كده، اي كوباية موجودة عندك، وبتجيبي بقى كوباية من العسل الابيض، وبعد كده بننزل بيهم على السمنة والدقيق بتاعنا. العسل بتاعها عشان كان في التلاجة يعني ايه باين ان هو ايه متجمد شوية. بننزل بقى كل العسل بتاعنا اللي موجود في الكوباية، بتنزلي بايدك كده كله علشان المقادير بتاعتك تطلع مظبوطة معاكي. طبعا انا بعد ما سيحت السمنة وعملت شوحت معاها الدقيق كده، شلتهم من على النار علشان ايه ما ياخدوش لون غامق معايا والدقيق بتاعي مرة ويبقى مش كويس. بنزل بالعسل بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وممكن تعمليها بالعسل الاسمر، بس احنا هنعملها بالعسل الابيض. العسل الابيض مفيد وحلو، والعسل الاسمر برضو حلو يعني ايه، في حديد وكده، بس علشان اللون بتاعنا ما يبقاش غامق احنا هنعملها بالعسل الابيض افضل. بعد ما بنزل بالعسل بتاعي كده بقى برجعها على النار تاني، بفضل اقلب كده بايه العسل والدقيق والسمنه، اقلبهم كده مع بعضهم علشان ايه يستووا مع بعضهم. طبعا النار بتاعتي مش لازم تبقى عاليه، عشان ايه، علشان العسل بتاعي ما يتحرقش وطروف الطاسه بتاعتي كده ما تتحرقش، والايه الحاجه بتاعتنا تمرر وتبقى مش كويسه. في الخطوه دي بقى بضيف كده قيمه معلقه من السمسم، والسمسم بتاعي بيكون متحمص، بحطه في الخطوه دي، وبنقلب كل المكونات برضو كلها كده مع بعضها. الخطوه دي ممكن تبقى اختياريه، يعني ممكن تحط سمسم وممكن ما تحطيش. بعد كده بقى بكون مجهزه شويه كده من المكسرات، اي نوع بقى من المكسرات عندك، حابه تحطي بقى بندق، فستق، عين جمل، اي مكسرات موجوده عندك. مش متاح عندك مكسرات، ممكن تكتفي بالسمنه والدقيق وشويه السمسم وخلاص. بعد ما بحط المكسرات بتاعتي كده، انا كنت حطيت شويه كده من البندق وشويه من اللوز، كنت مكسراهم وبرده كده كانوا متحمصين. لازم المكسرات بتاعتك تبقى متحمصه قبل ما تحطيها. بنشوح بقى المكسرات كده مع السمسم ومع السمنه والعسل وكل المكونات بتاعتنا كده، تحطها تستوي كده على نار هاديه. في الخطوه دي بقى بتحط بقى ايه، بنضيف يعني ايه نص معلقه كده صغيره من الفانيليا عشان تدينا ريحه حلوه. في ناس بتحب تحط اللي هو ماء الورد، بس انا ما بفضلش ماء الورد، يعني احنا بنحب الفانيليا اكتر. ولو عندك فانيليا من اللي هي الاكياس، بيفضل ان هي تحط في الفانيليا اللي هي الاكياس ديت افضل، اللي هي البودره، لانها بتبقى يعني احلى في المخبوزات وفي المعجنات والحاجات اللي زي دي، افضل من العجينه السائله. بس هو ده اللي كان موجود عندي في الوقت ده. بعد ما سويت العجميه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بنرجع بقى بنجيب طبق كده، طبق مسطوح، ويفضل ان هو يكون ايه طبق بايركس او ايه او اي طبق ازاز عندك، وبتحط فيه الحاجه بتاعتك، بتفرديها عليها كده علشان إيه تبرد معاكي، ما تستعملهاش، ما تحطش ايدك فيها عشان هي دلوقتي سخنه نار. هنعمل بقى عملنا العجميه وحطيناها كده على جنب تبرد معانا، وفي نفس الطاسه بقى اللي احنا عملنا فيها العجميه هنعمل ايه الحشوه بتاعت الكحك بتاعتنا. هنعمل عجميه وهنعمل عجوه. زي ما نشوف العجوه بتاعتي ايه، العجوه بتاعتي اصلا طريه، يعني مش محتاجه ان هي تتسيح وكده، بس انا زياده تاكيد في الطاسه اللي انا عملت فيها العجميه ومكان السمنه والعسل، مش هيغرى حاجه، مش هيأثر مكان العسل.
بجيب العجوه بتاعتي وبحطها كده في الطاسه، مش هحطها على النار لان العجوه بتاعتي ايه طريه. لو العجوه بتاعتك ناشفه ممكن تحطها في الميكروويف او تحطها على نار هاديه خالص مع معلقه من السمنه. وبرده يفضل ان السمنه بتاعتك تكون سمنه بلدي عشان تدي ريحه حلوه للكحك بتاعك، وتبقى ايه نكهتها كده مميزه ونكهتها كويسه في قلب الكحك بتاعك. زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقه سمنه على على العجوه بتاعتي. لما مقدار العجوه بتاعتي كان حوالي نص كيلو من العجوه. زي ما قلنا لو العجوه بتاعتك جايباها من اللي هي السايبه، العجوه بتاعتي عشان انا جايباها معلبه فهي يعني ايه طريه، هي جايه من الشركه بتاعتها طريه، مش محتاجه ان هي تتسخن او تتسيح. وعشان الطاسه بتاعتنا سخنه اهي، يعني ايه حطيت السمنه عليها ومجرد ان انا قلبتها السمنه بتاعتي ساحت في قلب العجوه على طول. بنقلب بقى العجوه بتاعتنا في السمنه بتاعتنا، وبعد كده بنضيف ممكن تضيفي بقى في الخطوه دي تحطي شويه جوز الهند، ممكن تحطي معلقه من السمسم، بتضيفي بقى الاضافات اللي انت عايزاها. بتقلبي بقى السمنه في العجوه كويس قوي لحد ما السمنه تمتزج مع العجوه بتاعتك خالص كده، ويبقى كله يدخل في بعض. انا ماشي. حطيت هنا شويه من السمسم بتاعي، والسمسم زي ما قلنا السمسم بتاعنا متحمص قبل ما نحطه في الحاجه بتاعتنا. هنعمل مع بعض، هنعمل الملبن، هنعمل الملبن في فيديو تاني. يعني ما تشتريش الملبن، انا هنعمله من من البيت كده من غير ما نشتريه، لان الملبن يعني انا شايفه ان هو بره غالي جدا. الكيلو بره حوالي ب60 جنيه، فغالي قوي. ليه تعمليه؟ انت ممكن تعملي ليه تشتريه؟ انت ممكن تعمليه في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. دلوقتي العجميه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده، بعد ما فرطتها في الطبق بتاعنا. ويفضل زي ما قلنا الطبق بتاعنا يكون بايركس او ازاز. بتجيبي بقى صينيه وبتحط عليها كيس بلاستيك كده او كيس حرارة او اي كيس، علشان يعني ما تلزقش في ارضيه الصينيه، ولما تيجي تطلعها تبقى سهله. بنجيبها بقى كده وبين ايدينا كده، ممكن تحطي نقطه زيت كده او نقطه ميه صغيره خالص. ما انا ما احتجتش ان انا احط لا زيت ولا ميه. وبتجيبي بقى بطرف صباعك كده وبتاخدي العجميه بتاعتك وبتكوري كور صغيره كده على قد على قد حشوه الكحكايه بتاعتك او العجينه بتاعتك. بتكوري بقى كل الكميه اللي عندك كده، وبتجهزي العجميه وبتجهزي العجو والملبن والحاجات اللي زي دي، بتجهزها كلها كده قبل ما تشتغلي في الكحك بتاعك، علشان ما تعطليش نفسك في الشغل وكده. عايزه اقول كده شكرا لكل الناس اللي اتفاعلت معايا في فيديو البسكوت بالنشادر اللي انا عملته الفيديو اللي فات، وكل الناس اللي اشتركت ليه وقالت لي كلمه حلوه كده وحطيت لي لايك واشتراك. الف شكر ليهم، كل الشكر ليهم. بتمنى كده يا رب لو عجبكم الفيديو بتاعي برضو فيديو العجميه والعجوه تعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات المطبخ ام همضه. بنفس الطريقه برضو بنعمل العجوه بتاعتنا كده، وبتكوري كده على قد على قد الطريق، على قد الكحكايه بتاعتك او على قد القرصه او الحاجه اللي انت هتعملي فيها الحشو. طبعا انت ممكن تضاعفي الكميه بتاعتك لو هتعملي كميه كتيره. انا عشان كنت عامله كميه يعني عامله عجميه وعامله عجوه وعامله ملبن برضو، كنت عامله كميه صغيره. يعني عملت كوبايه عسل على معلقه دقيق على معلقه سمنه بس. انت ممكن تضاعفي الكميه على حسب الدقيق اللي عندك.